من دافع المسؤولية الاجتماعية يشارك الشاعر زياد بن نحيت في عدة مناسبات اجتماعية إنسانية، وذلك بهدف الإسهام ولفت الأنظار لهذه المناسبات. فعلا، وفي كل مرة مشاهدينا يطلق العنان طبعا بن نحيت لشعره، بس ما يكون الحلقة أكيد أنكم عارفين مين يكون معه. ولده نايف الله يحفظه، واللي أخذ أيضا من شهرة والده نصيب كبير، ولفت نظر متداولين مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نلف معه من الصبح. يسعد صباحكم. حييكم والساعة المبروك، وأنا سعيد والله بالدعوة وبشوفتكم. تشرفنا بوجودك. يسعد صباحك نايف. صباح الخير. الظاهر سهران البارح. سهروك البارح وصحوك بدري صح؟ نعسان؟ يا حرام كذا كسر خاطري الحين. لازم نخليه يغني عشان يطير النوم هذا نتخلص منه. طيب زياد، احنا بنعرف أول شيء سر شهرة نايف، هل أنه هو ولد زياد بن نحيت ولا في أسباب ثانية؟ ولا نحلة بسم الله عليه؟ ما شاء الله. والله الظاهر كلهم يعني تعرفين هي دائما تكون مجموعة عوامل تساعد في نجاح الشيء. فأنا طبعا نايف ما هو بابني الوحيد، وفي أسئلة كثير ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي أنا ما جاوبت عليها. لأنه الناس مش كل الناس بس كثير من الناس عندهم فضول ويفتون من عندهم، والشيء يعني جميل لما يتداول. لكن الإجابات أنا أتوقع الناس كلهم عارفينها. طبعا من هي أم نايف؟ بالضبط. هل هي سعودية ولا أجنبية؟ وهذا الكلام يعني لما نتكلم فيه بيطول الحديث. أكيد. وأنا لما أجاوب على واحد يجي بعده يسأل 10 طيب ليش صح. من فلان؟ طبعا كل إجابة تفتح فضول الناس إلى أسئلة ثانية. اي وانت تكون مضطر انك اصلا تجاوب على اللي بعده، ليش جاوبت على الاول؟ صح. والحين اللي يشوفونا قاعد يقولون سألوا، احنا ما بنسأل. لا انا بجاوب بدون. الباب موار، لك الحرية انك تجاوب او ما تبي تجاوب. لا بالعكس، يعني هو الموضوع يشرف وفخر، وبالعكس احنا نعتز فيه كلنا يعني. نايف امه سعوديه وبنت عمي وحربيه، وبالعكس يعني لا في اجنبي، لا ام نايف ولا ام عبد المحسن اللي بعده، يعني كلهم سعوديين. وش السؤال الثاني اللي تردد كثير عن موضوع نايف؟ ليش تركز على نايف من بين اخوانه؟ عندك 4 غير نايف صح؟ انا عيالي كلهم ما شاء الله تبارك الله 9. ما شاء الله، الله يحفظهم. 5 بنات وأربعة. وكلهم احبهم واعتز فيهم، بس في احد يصلح انه يكون اعلامي. نعم. وفي احد ما يصلح. معناته انك لمست في شيء مختلف. كل الناس لمسوا. شيء جميل يعني. نايف ما شاء الله عليه موهبه من الله سبحانه وتعالى ونعمه. يحفظه. فانا بالعكس احس ترى اني مقصر مع نايف. يعني لو ركزت على نايف اكثر كان بعد نايف كان ظاهر ظهور مبكر. وكان قدم شيء يعني بروفيشنال اكثر. لكن بس ما شاء الله عليه كيف يتعامل مع الكاميرا واللي يشوف مقاطع طبعا في اليوتيوب راح يعرف ايش قصدي. ونايف اكيد انك تعرف بما انك والده تعرف كيف تتعامل معاه وتخليه يطلع صوت الحين. انا بننتظر. الناس اول ما قلنا لهم ان اليوم معنا يعني زياد وولده نايف قالوا لازم نسمع بينهم وبين بعض شعر. والله ولا شله. هو نايف طبعا ولدكم ويعتز، بس هو أنا يسبب لي مشاكل والله دائما يعني. يتحداني. بسم الله عليك. يتحداني دايم. وش؟ والله راقد. لا تحدى الوالد؟ تحداني دايم في القصيد وكذا. ايه. ايش قال لك خالد؟ انا مرتين. مرتين. واليوم ثالث مره على الهواء. نبي نسمع شيء. خالد اخوه اللي اكبر منه. يقول يكبر صبري على نيوف. عقبي ولكن تعداني. قبله وانا بين معروف، وبعده بدا ابوي ينساني. الله. وقبله بدا ابوي ينساني. طيب ايش قلت انت؟ قلت يا خالد انا مرم القوث ولاني مسعدي اخواني، ان طفتني لازم انا اطوف، وان طعتني لا اتحدى. يا سلام. يا الله يا الله. الله يحميه من العين والحسد. بسم الله. ما تخاف عليه من العين زياد؟ ما في احد ما يخاف من العين، العين حق واحنا نخاف منها، لكن احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى قبل لا نؤمن بالعين. وهو رد على الناس اللي قالوا لا تطلع في وسائل التواصل ترى ينخاف عليك، وهو فعلا هذا. وش قلت لهم؟ نبيها بلحن نايف. اللي منكم يعشق نايف الله لا شافه ردد باسم الله. سلام. انا منكم ماني خايف، أنا متوكل على الله. يا سلام. الله يحميك. مين ما يحبك يا نايف؟ الله يحميك. بسم الله عليك. طيب كيف تعاملت معي؟ كيف خلينا نقول أي عمر حسيت أنه في بسم الله عليه هذه الموهبة، في أنه يحفظ، في أنه يلقي، عنده صوت ما شاء الله، حتى يعني نعرف النص الشعر إلقاء، وحتى بشرات عنده يعني ماشي مع اللحن بسم الله عليه. والله هو من يوم ما بدا ينطق كان كلامه مكسر. وكنت انا توني فايز بالبيرق بشعر مليون. فكان يعني تركيز كثير على الشعر في البيت في كل مكان، وهو يسمعنا نسولف ويحفظ قصايد ويجي يقولها بطريقه مكسره وجميله يعني. فانتبهنا له وسجلناه. تعرف يعني وسائل التواصل ما طلعت الا من يمكن 4 سنوات صحيح.
فتوه مولود، هو كان ما لحق على بدايته يعني، ما كنا نظهر شيء، كنا نصور ونحتفظ، وما زالت عندي صور كثير له. فلاحظوا الناس بدأوا يستلطفونه، صارت الشغله يعني جدا جميله وانفتح الموضوع يعني. انفتح. وبعدين هو ما شاء الله يعني، انا بوريكم الحين ان شاء الله انه ما يخذلني يعني. انا كتبت بيتين وانا جاي، لان انا حسابي ما شاء الله 800,000 تقريبا، ما شاء الله. وهو 720، يعني الرجال بيطوفني. في منافسه بينكم. تناقشت انا وياه، قلت له يعني، قال انا مخليك كذا، ترى انا المفروض 3 مليون يعني. إيه. بس انا مستحي منك وخايف من الله يعني ان يتعدى ابوي، لكن ما دام الدعوه تحدي الله يعيني. انا قلت انا على نايف بديت التحدي. يا خالد الشاعر ولجين عمران، ما هو بخير اللي بيصير ضدي، شاعر وامثل ربعي بكل ميدان. وش قلت يا نايف يا ابن نحيت؟ يا ابن نحيت انطحتني ما انت قدي. تحدي ما في. جمهورك المخلص عجايز وشيبان. ترى انا ماني من جمهور ابوك، من جمهورك. انا علشانك تراني مهدي، ولا على المليون ماني بحلان. يا سلام. انا على كيفي تركتك تعدي. من يفعل المعروف من يفعل المعروف بالناس سلطان. يعني مسويها معروف هو يعني. ما شاء الله عليك. طيب انا بسوي لك فولو بعد الهوا، اسوي لابوك ولا لا؟ ها؟ اسوي لابوك فولو ولا اخلي بس معك انت؟ لا بس معي انا. شفت الدعوه صارت تحدي. لا لا لا، داخل بقلب قوي بسم الله عليك. زياد، من 2009 انت لليوم كنت مختفي، ما نشوفك الا في الفعاليات الانسانيه والاجتماعيه مع نايف. ليش الاختفاء، وكيف صدى الحضور الاجتماعي على الناس وعلى المجتمع بشكل عام؟ والله شوف يا خالد، انا بالنسبه للموضوع هذا مش بس على اختفاء زياد في هالفتره. اي شيء تشوفه في نجاح خلفه عمل خيري لله سبحانه وتعالى، هو سبب توفيق. الحمد لله. اي نجاح مثل نجاحكم ما شاء الله الله يسلمك. خلفه توفيق من الله يعني. مش ترى صدقني يا خالد، في كثير اعلاميين ما نجحوا، في كثير لاعبين افضل من اللي تشوفهم في الملعب ما نجحوا. ليه؟ لانه قد يكون عنده مخالفه معينه الله ما وفقه. فانا ال3 سنوات هذه وال4 سنوات اللي انا غبتها كان فيها اكيد عدم توفيق، اكيد يعني. والحمد لله انه الله وفق وظهرت بالظهور الجميل هذا اللي يسعد كل محب. واكيد انا نايف طبعا كان له سبب في عودتي. انا ما كان والله لي رغبه يعني، لاني حققت الشيء اللي كنت اتمنى اني احققه بالنسبه للمملكه، وتشرفت بلقاء والدي الملك عبد الله يغفر له، وتكرمت منه، وهذا الشيء اللي كنت احبه واطمح له وصار. بعدها خلاص ما عاد عندي شيء يستهويني، عنده امسيات وكذا شغلات جميله. ايوه عنده شيء. يسمعونك. قول. يقول اسمك مكتوب هنا. لا 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 لا. واسمك بعد مكتوب. فوق حسين. اقول لك مو كذا. اي طيب على فكره شوف الحين في غيره بين الولد والابو. اسمك بعد مكتوب يا نايف. شو يقولوا اللي يسلمك؟ ما يفرق، ما همهم يعني. انت شايف شو اسمه؟ إيه. بعدين اللي تبي اسوي ترى اسمك واسم ابوك اثنينكم موجوده اسماءكم. زعلان من شيء؟ لا ما صح من النوم للحين. عادي. شوف اذا انتهت الحلقه ما صارت مشاكل نعمه من الله، هذا استمرار للتوفيق اللي احنا نتكلم عنه. الله ايوه بس مع استحى. على العموم يعني اتمنى لك كل التوفيق اكيد، والله يحميه من العين ويحمي الحسد. انا عني خفت عليه بسم الله عليه الرحمن. نايف انك تعرف انك شاطر وذكي بسم الله عليك وعندك حضور ومحبوب. لا المشكلة يمكن انه يموت. ايش بسم الله عليك. طبعا كثير ناس يخوفونا. لا احنا اول ما وصلنا الامارات شرفنا بزياره خليفه المعمري. خليفه شاب اماراتي جميل طبعا صح. والحقيقه يعني احنا من هالمنبر نتمنى ان الناس كلهم يعني يسمون عليه ويذكرون الله عليه ويدعون له بالشفاء، لانه فعلا تعبان وبحاجه وقفه. طبعا خليفه اكثر شخص احتفى فيني في حياتي كلها. انا ما شفت مثل استقباله واستقبال والده واخوانه يعني. وخفنا بعد ما رجعنا دبي، كان في مناسبه هنا حضرناها، قالوا لي انه دخل مستشفى. يعني تخيل حجم الالم اللي انا شيء مو معقول. فالعين حق طبعا. ونسال الله ان الله يكفينا شر الحساد والناس اللي ما فيهم خير، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله. يعطيك الف عافيه. باقي شيء بتقوله؟ نايف تبي تقول شيء؟ ترى شوف حط في بالك شيء، احنا نحبك والله يحبك وحاميك وحافظك ان شاء الله. الله يحميك يا رب. على فكره ترى يمثل بعد، يعني مو بس انه يحفظ ويلقي. الله يحفظك. العلم. العلم. ايوه يلا قول. معنا وقت ولا نختم فيها؟ ايه هذه ختامنا.
العلم نور المدارس والمرجلة بالمجالس، ازرع وتلقى الحصيل قبل تغرق في حلالك، لازم تربي عيالك الطيب ما له بديل. الله كيف اشعار ابونا قال الطيب ما له الطيب مثيل. يا ابو يلا خلني أغني بيتك أجل. العلم نور المدارس والمرجلة بالمجالس، سلام. ازرع وتلقى الحصيل قبل تغرق في حلالك، لازم تربي عيالك الطيب ما له مثيل. الطيب يا ابوي منكم سلام. لا رد والعلم عنكم، ما يذكر الا الجزيل، ما يذكر الا الجزيل. بعد حنا تجينا لا تحسبنا نسينا، عن سكته ما نميل، عن سكته ما نميل. الله يعطيك العافيه. اما الباقي طويل. طبعا شو اسمه كليب المرجله ركزنا فيه انه يكون فيه مفردات جميله وتوجيهيه. طبعا ان شاء الله في عمل باذن الله الحين قادم في كليب جاي في الطريق، وبعده باذن الله بيكون في البوم احنا المعرفة. بنكون اول من يعرضها اكيد، وتكونون في ضيافتنا مره ثانيه لان لا يمل منكم. البيت بيتكم باي وقت. انتم عوايدكم دائما المبدعين. الله يطول الله عمرك. يسلمك. ان شاء الله يا نكون رب. عند حسن إن شاء الله ظنكم. دائما بزيادة. دائما مشكور ما قصرت. الله مشكور يا نايف. الحين تقدر تروح تنام يعطيك الف عافيه. بالضبط. خلاص خلصنا افراج. خلاص يعطيكم الف عافيه، الله يحفظ لك اياه ويحفظ له اخوانه واخواته ان شاء الله. الله يطول عمرك بيض. باقي شيء واحد. ايوه قول، الله لا تخلي شيء يستر. يا رب بخاطرك. تستر شوف يا رب. جوالك ورهم. كليب المرجل. ليش خلاص انت غنيت مباشرة. لا بنشوفه بعد